عمرك سألت نفسك ايه الفرق بينك وبين المليونيرات؟ ليه هم حياتهم كاملة فلوس وصحة وراحة نفسية، انما انت مهما تعبت دايما بتلاقي في حاجة ناقصة؟ اكيد هتقولي السر في الفلوس، بس يسعدني اقول لك لا، السر انهم كل يوم بيشتغلوا على 4 جوانب اساسية في حياتهم. تخيل حياتك عبارة عن كرسي له 4 رجلين، لو واحدة منهم اتكسرت عمرك ما هتعرف تقعد مرتاح. المليونيرات بقى فهموا اللعبة، فتعالى غشاشها لك. اول جانب هو الجانب العقلي، انك كل يوم تقرا كتاب، تسمع بودكاست يفتح دماغك، تسمع معلومه جديده من اليوتيوب. الفكره انك ما تسيبش عقلك واقف مكانه. الجانب التاني هو الجانب الجسدي، بديهي جدا، جسمك هو العربيه بتاعتك. لو انت مش مهتم بيه عمرك ما هتعرف تتحرك بيه. اتحرك، ما تفضلش قاعد في السرير 24 ساعه، اتمرن حتى لو 10 دقايق، نام كويس وكل كويس. تالت جانب هو الجانب الروحي، تاخد وقت تسمع فيه قرآن، تصلي وتمارس حاجات تخليك تحس اكتر بالنعم اللي عندك، زي انك مثلا تجرب تكتب كل يوم اكتر 3 حاجات انت مبسوط ان هي موجوده في حياتك. جرب وهتشوف الفرق في هدوءك وراحتك النفسيه. رابع جانب واللي غالبا كلنا بنعمله في حياتنا وهو الجانب القابل للقياس. في الجانب ده الناس بتتقسم نصين، حسن وحسنين. حسنين بيصحى الصبح يشوف الكلام بيقول ايه كده والدنيا على ايه، ويشوف دماغه النهارده عايزه توديه على فين. عليكم. لكن حسن عنده خطة واضحة وأهداف ثابتة بيصحى يشتغل عليها كل يوم، وغالبا بيعملها بطريقة سمارت جولز. الفرق بيننا وبين المليونيرات مش الفلوس، الفرق إن هم عرفوا سر التوازن. ولو بدأت من النهاردة تشتغل على ال4 جوانب دي هتكتشف إنك مش محتاج فلوس عشان تعيش حياة ليها معنى. إيه رأيك تجرب من النهاردة تدي كل يوم ولو 10 دقايق لجانب من الجوانب دي وتورينا الفرق؟ أنا ندى، اعملوا فولو لو حابين تشوفوني تاني، وبالمرة أقول لكم في الفيديو الجاي على طريقة السمارت جولز اللي حسن بيستخدمها.